السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنفرز مع بعض بقى النهاردة شوية خضار كده في السريع، مش هياخدوا معانا وقت خالص، لكن الفيديو الاساسي النهاردة اللي انا عاملاه بصراحة علشان الكرنب. هفرز معاكم الكرنب بطريقة سهلة قوي، ومش هياخد معانا وقت. حتى لو معاكي اكتر من كرنباية مش هتاخد معاكي وقت خالص. يلا بينا نشوف الكرنباية. انا عندي الكرنباية هنا حجمها كبير شوية ما شاء الله، طبعا هي مش باينة في الكاميرا. فبدأت كده اقطعها الجزئية اللي فوق دي بالسكينة وهشيلها خالص، هستبعدها ملهاش اي لازمة. في الوقت ده انا كنت مسخنة الحلة على النار، او غالية المية طبعا على النار شغالة، حاطة فيها معلقة ملح ومعلقة كمون، وهنزل فيها الكرنباية. المرحلة دي كلنا اكيد عارفينها، لكن ممكن يكون طريقة التقطيع تكون مختلفة شوية. هنا بقى بعد ما الميه غليت نزلت على طول الكرنبايه، بدات اسحب ورقه ورقه، يعني ما بتقعدش كام ثانيه كده على النار. انا بصراحه مش بحب اطوله في الميه، علشان انا هفرزه، وطالما هتفرزيه فما ينفعش تسلقيه كويس، يعني يا دوبك تدبل معاكي الورقه بتاعت الكرنبه كده، ترفعيها على طول وتخلصي الكرنبه في ساعتها، مش هتاخد معاكي وقت نهائي. كرنبايه يعني في ناس كتير قوي بتستثقل الموضوع ده، لكن بجد الطريقة دي لو نفذتيها بالشكل ده هتعجبك جدا. الورقة بتطلع معايا بكل سهولة، يعني عايزة اقول لكم كام ثانية كده وخلاص تطلع. بعد طبعا ما برد معايا خالص الورق بتاعي، هبدأ بقى ايه، اخد ورقة ورقة بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، و هرص حوالي 3 ورقات على بعض، ممكن ترصي 4 على حسب حضرتك ما تتمكني من الورقة تبقي تعمليها. شلت بقى طبعا الضلوع اللي هي الناشفة دي، ملهاش لازمة خالص خالص، وقطعت الحجم اللي انت تفضليه. انا هنا قطعتها على 3 اجزاء، وال3 اجزاء حطيتهم على بعض وقطعت التقطيعة اللي تعجبني. يعني بصوا ما شاء الله، ممكن يعني عايزه اقول لك 5 دقايق تكوني خلصتي كرنبايه كلها، لو كانت حجمها طبعا كبيره. لو كانت حجمها صغيره مش هتاخد معاكي 3 دقايق بكتير قوي. بصوا ما شاء الله، كميه الورق بتتقطع مره واحده بالشكل ده، يعني هتوفر عليكي حاجات كتير جدا لما تقعدي تمسكي ورقه ورقه وتطلعي بقى الضلوع دي واحده واحده. وبجد يعني مفيش اسهل من كده. الطريقة بتسهل عليا كتير كتير في الحشو، بتسهل عليا ان انا ارصص الكرنب بتاعي بشكل يكون متساوي، وفي نفس الوقت كل الورق بيكون حجم بعض. شايفين كل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده ما اخدش في ايدي 5 دقايق او 6 دقايق بالكتير. بصوا ما شاء الله، الكمية خلصتها مفيش وقت خالص. يلا بقى ندخل على القلقاس. جبت قلقاسية كده كبيرة، انا جايبة 2 يعني. الواحدة دي وزنها حوالي 2 كيلو الا ربع، وقطعتها. انا مش بغسله ولا بمسحه، يعني انا بمسكه كده زي ما هو، واقشر القشرة بتاعته. القشرة قشرية تخينة شوية، عشان لو فيها حاجة كده لونها مش كويس او فيها حاجة ما تبقاش معاكي في القلقاس. فانا بقشرها قشره تخينه. استبعدت طبعا المنطقه دي، وقطعيها بقى مكعبات مربعات زي ما انت عايزه، الحجم اللي انت تحبيه. انا بصراحه يعني طالما انا هفرزه فبقطعها، المكعب بيكون كبير شويه علشان يستحمل معايا التفريز. قطعت كل القلقاستين زي ما انتوا شايفين كده مكعبات بقى، الحجم اللي انت تفضليه، عايزاه صغير عايزاه كبير. بس يعني لو انت هتعمليه في نفس اليوم قطعيه صغير عادي، لكن لو انت مثلا هتخليه تفرزيه او حاجة، بيبقى مكعب كده خليه فيه يعني مليان شوية علشان يستحمل معاكي الوقت في الفريزر. تمام. القلقاس ده بقى انا بعشقه جدا، في ناس كتير مش بتحبه بس انا بصراحة بحبه جدا. يعني مش هقول من الاكلات المفضلة، لكن انا بجد بحبه جدا طول الشتاء، وانا يعني على طول باستمرار عندي قلقاس. قطعيه بقى التقطيعة اللي تعجبك. في بقى ناس بتمسحه بفوطة، مش بتغسله. انا نفسي مش بحب كده يعني. دي طبعا بتكون حرية شخصية، وانتوا كلكم كل واحد ادرى باللي هو بيعمله. بس انا القلقاس بصراحة يعني بفضل بنقعه من قبليها بليلة. يعني انا اليوم ده او الوقت التصوير ده كان قبل التفريز بيوم. قطعت القلقاس وسبته ينزل كل المادة بتاعته، علشان انا نفسي مش بفضلها بصراحة. حتى لو كانت صحية فانا مش بفضلها.
طبعا لو انت بقى حابه الامر كده تمام، مش حابه الامر متعوده على حاجه معينه زي ما انت عايزه. حطيت الميه بتاعتي وسبته طبعا ليله كامله، يعني من بالليل. الصبح بقى كنت خلاص غسلته غسله محترمه جدا، وغليت هنا الميه وحطيت شويه ملح ونزلت عليه بالقلقاس بتاعي. تمام، انا مش هسلقه، هو يا دوبك بس اول ما يبدأ ياخد يعني مش هيغلي كمان، المية تكون سخنت هتبدأ في الغليان، برفعه على طول في مية تكون متلجة. يعني يا ريت تحطي قطع تلج في المية بتاعتك. تمام، دي اول دفعة. دي تاني دفعة من القلقاس. طبعا الموضوع بغسله اكتر من مرة وببرده اكتر من مرة علشان احتفظ باللون بتاعه ده. اللون بتاعه اللي انا مفرزاه ده يعني يقعد معايا سنة في الفريزر، بطلعه نفس الدرجة او نفس اللون اللي انا فرزته، كأنه بجد لسه طازة. الطريقة دي حلوة وسهلة، بس اول ما يبرد معاكي وتبرديه بالمية ما تسيبهوش. اول حاجة كل اللي يطلع من المية بتاعتك وتصفيه على طول تشيليه في الفريزر. تمام، يلا بينا على السبانخ. السبانخ بقى ليها قصة تانية. السبانخ بغسلها زي ما هي كده عيدان، مرة واتنين وتلاتة وعشرة، ويعني ممكن اخد وقت طويل جدا كمان في غسل السبانخ دي بالذات. بيبقى فيها طينة وممكن يبقى فيها حاجات مش كويسة، فتنقعيها اكتر من مرة وتغسليها اكتر من مرة قبل التقطيع. ما تقطعهاش وبعدين تغسليها، لا، انتي اغسليها الاول وبعدين لما تقطعيها هنغسلها مرة كمان. تمام كده، قطعيها بقى التقطيعه اللي تعجبك. الجزئيه اللي فوق دي في ناس بتحبها، انا مش بفضلها. يعني انا بحب الورق اكتر من الحته اللي هي الجزئيه الحمراء دي اللي بتكون في بدايه السبانخ بتاعتي. السبانخ كانت ما شاء الله خضرة كده وجميله، وهنفرزها معانا هنحتفظ بلونها لحد برضك ما نحب نطلع لها او نرجع لها تاني لما تكون موجوده معانا في الفريزر. قطعت كل الكمية بتاعتي، دي اول كمية. قطعت كل الكمية وغسلتها مرة كمان وصفيتها كويس قوي بعد التقطيع. على النار مية سخنة، مية سخنة بتغلي فيها نص معلقة ملح. الملح ده يا بنات، الملح ده موضوع ده بيحتفظ باللون، الخضرة تبقى خضرة زي ما هي. هنا بقى بنزلها على طول في المية، بتزيد اللون الخضار بتاعها عن الطبيعي. يعني بصوا احنا لو لاحظنا اللون بدأ يبقى اخضر اكتر ويبقى يعني لونه فاتح عن الاول. برفعها على طول في مية بتلج على طول. يعني انا بنزلها مجرد في المية المغلية واصفيها على طول في مية من المية على طول واطلعها. بتبقى بالشكل ده، اكيس على طول واودي على الفريزر. يعني كل كيس انا بخلصه او كل دفعه انا بخلصها بحطها على الفريزر. طلعت الهواء كله اللي فيها وقلبت الكيس على ورا كده علشان ما يبقاش فيه هواء داخله، وعلى طول على الفريزر. بصوا اللون بتاعها زي بجد زي ما يكون انت لسه عاملاها طازه، مش مفرزاها. شويه فراوله بقى، كان عندي حوالي 2 كيلو فراوله، نضفتهم وقطعتهم وزي ما هي كده انا بحطها في الفريزر. مش بغليها ولا بعمل لها سكر ولا اي حاجه، زي ما هي كده. ولو انا حابه بقى اعمل صوص، اعمل عصير، اعمل اي حاجه، بطلعها وبشتغل فيها عادي جدا. دول كانوا يعني الكميه كانت حوالي 2 كيلو من الفراوله. البسلة هنا كمان الفيديو بصراحة اتمسح، فعملته بنفس الطريقة اللي انا عملت بيه السبانخ. كده انا خلاص خلصت الفيديو. يا رب يكون عجبكم، واشوفكم بإذن الله في فيديو تاني، والسلام عليكم.